حكاية قديس وشهيد، عارفين انعقد ليه مجمع نقيا؟ انعقد بسبب بدعة أريوس اللي كان بيقول فيها إن السيد المسيح مخلوق غير مساوي للآب في الجوهر، غير أزلي. وفي الوقت ده حاول البابا بطرس إن هو يرجعوا عن أخطائه، لكن كان مصمم على الهرطقات دي فحرموا البابا بطرس. وبعديها البابا بطرس اتوضع في السجن علشان كان في أيام الاضطهاد. وكان البابا بطرس ليه تلميذين، واحد اسمه أرشيلاوس والتاني كان اسمه الإسكندروس. وهو والبابا بطرس في السجن شاف رؤية غريبة جدا، شاف إنه السيد المسيح جاي له بثياب مقطع، فبقول له ايه اللي قطع ثيابك كده يا سيدي؟ قال له قطعه اريوس بسبب البدعه بتاعته. ففي الوقت ده اتضايق طبعا البابا بطرس، ولما شاف تلاميذه قال لهم انه بعد كده مهما ما يعمل اريوس اوعوا تصدقوه، لان هيحاول يدخل عليكم بالحيل بس ما حدش يصدقه. ده لما استشهد البابا بطرس، وبعديها مسك مكانه البابا ارشيلاوس، وده كان البابا رقم 18. للاسف صدق اريوس لما جاله بحيله انه هو مش هيهرطق تاني ومش هيقول الكلام ده، خلاه بعد كده ان هو يترسم قس. ولما كان قس ففضل يزيد في البدع بتاعته، ففي الوقت ده طبعا اتضايقوا وما عرفوش يعملوا ايه. وبعديها تنيح البابا ارشيلاوس بعد 6 اشهر من الرسامه، ومسك مكانه البابا الاسكندروس. والبابا الاسكندروس كان البابا رقم 19، وكان قوي جدا في الايمان، وكمان كان بليغ في اللاهوتيه. فضل يحاول ان هو يرجعه، لكن هو ما كانش برضه بيقتنع اريوس. قرروا ان هم يعملوا مجمع مكاني في الاسكندريه، وجمع فيه في الوقت ده اساقفه من مصر وليبيا وكمان من اثيوبيا. وقرروا ان هم وجرد اريوس من الرتبه بتاعته. وبعد لما اتجرد وسافر لصديقه بعد كده اوسابيوس، وصديقه اوسابيوس قعد كمان يكتر معاه في البدع. سمع الامبراطور قسطنطين الكبير باللي بيحصل، فامر بمجمع مسكونه وحضر فيه 318 اسقف من جميع انحاء البلاد. وكمان فضل المجمع حوالي 3 شهور. كان البابا اسكندروس عنده سكرتير اسمه اثناسيوس، وفي الوقت ده اثناسيوس كان برضو بليغ جدا، وقعدوا يتكلموا علشان يبطلوا الهرطقات بتاعه اريوس. فكان اريوس كل ما يتكلموا ماسك لهم في الايه اللي بتقول ان ابي اعظم مني، يوحنا 14:28. فهو حاول يفهمه ان هنا الايه دي بتقصد ان السيد المسيح لما كان بالجسد الانساني الناسوت بنا اعظم منه لانه هو في السماء. ففي الوقت ده بيتكلم عليه ان هو كان واخد جسد انسان. فلكن اريوس طبعا ما رضيش يقتنع بالكلام ده، وفضل اثناسيوس يحاول يفهمهم. كمان كان القديس اثناسيوس في الوقت ده بيديهم تشبيهات زي الشمس لما بتشرق بتدي هدوء وحراره، وقعد يكلمهم ويقول لهم الثلاثه برضو واحد. فقعد يفهمهم ان احنا عندنا الاب والابن والروح القدس متساويين في الجوهر، لكن الاب غير الابن غير الروح القدس، كل واحد ليه اقلوم. اقلوم الاب اصله الينبوع، لكن اقلوم الابن المولود من الاب، واقلوم الروح القدس هو المنبثق من الاب. وهنا كان اثناسيوس بطل في الايمان، اتحرم اريوس من بدعته. وبعديها تنيح البابا الاسكندروس ومسك مكانه البابا اثناسيوس، وبقي البابا رقم 20. وكان في وقتها ان هم برضو كانوا بيضطهدوه. وجلس البابا اثناسيوس على كرسي البابويه 47 سنه، لكن منهم 5 مرات اتنفى، وفضل حوالي 17 سنه في النفي. وبركه القديس البابا اثناسيوس تكون معانا، ولربنا المجد الدائم الى الابد امين.